السلام عليكم ومرحبا بكم الزينات في فيديو جديد. اليوم حبيت ندير معاكم حلوة التومة اللي نديروها في كاع المناسبات، تجي بزاف بنينة وتقعد طرية لمدة طويلة. الى اول مرة تزوروا قناتي ما تنساونيش بالاشتراك وديروا جيم وتفعلوا الجرس. وبلا ما نطول عليكم نشوفوا المقادير وطريقة التحضير. انا هنا لعجينه اللوز نحتاج كيلو تاع لوز مطحون غبره، لازم نغلبناه باه تجي رطبه الخدمه وما تغبنكمش. نضيف لها كيلو نتاع السكر رطب ناقص اسبوعين، نخلطهم مع بعض ونضيف عليهم مغرف كبيره نتاع فاني ومغرف كبيره نتاع ملون ابيض يكون تاع الميزان، ونزيد نضيف 100 غرام نتاع مارغرين طريه، حوالي 2 مغارف كبار يكونوا معمرين، و200 غرام نتاع جليكوز. انا هذه كوموند قطعت لي 100 حبه، بصح للدار ديروا غير كونتيتي صغيره. نخلط مليح بلا ما نعجن ولا بالماء صهر، ما لازمش عجينه اللوز تكون طريه ولا جاريه تغبنكم في الخدمه، تكون طريه عادي حاكمه روحها. نشكلها كريات، انا درت 35 غرام. وللحشوه انا حضرت بسكوي اسافوا اللي درتها معاكم في الفيديو من قبل، درت كو شوكو فاني غير ب5 حبات بيض، ضفت عليهم 100 غرام سكر وطلعتهم مليح، وزدت ضفت 100 فرينه و50 كاكاو وطيبها على درجه حراره 200 درجه غير 10 دقائق، ونحيها ونطحنها كي تبرد. ونضيف المكسرات، انا درت هنايا كاوكاو كونكاسي، لازم يكون خشين هو والجوز واللوز باه تستبنوا هذاك المكسرات وديك القرمشه. وزدت ضفت شوكولا اتارتيني، نتوما النوعيه اللي تحبوها. وزدت درت انا 2 مغارف كبار، وزدت كنت خادمه ديجا كريمه الزبده اني حطيتها لكم من قبل في الفيديو. ثاني درت 2 مغارف كبار ولا على حسب ما تلتم الحشوه. نكور الحشوه، درت فيها 25 غرام، بعد ندخلها المجمد باش ما تغبنكش من تكوري الثومه، ما يدخلش هذاك اللي هو فيه الداخل. وطريقه تشكيل تاع الثومه سهله بزاف، غير باليد وبالكوبات كيما هاك تحلوا عجينه اللوز. ندير فيها الحشوه ونلمها، وبالكوبات ندير علامه زائد، انا درتها على 8، ونزيدو بناكخي نمسحوها. وطريقه التزيين هنا اختياريه، نتوما ديروا لي فلوغ اللي تحبوهم، والله ما كاش اسهل منها. ان شاء الله تجربوها وتشاركوها مع كاع لي زامي تاعكم. الوصفه حاضره كما راكم تشوفوا، تجي بريزونطابل وتجي شابه وبنينه بزاف. الى عجبكم الفيديو ما تنساونيش بلي لايك وتعليقاتكم الحلوين، ونشوفكم في وصفه اخرى وفيديو اخر من وصفاتي. سلام.